وأهلا وسهلا بكم في هذا الحفل المهيب برعاية من لدن صاحب الجلالة الهاشمية المعظم تشرفنا فيه معالي وزيرة العمل الموقرة السيدة نادية الروابطي، حيث تجتمع الأسرة النقابية والعمالية لتحتفل بعيد العمال الذي يأتي هذا العام مناسبة وطنية مناسبة أردنية وعيداً وطنياً في ظلال اليوبيل الفضي لجلالة الملك المعظم قائد مسيرة هذا الوطن ومن يرعى عماله على امتداد أرضه وترابه. وعناوين هذا الحفل: احتفاء وتكريم وتضامن. احتفاء بالأول من آذار، بالأول من أيار، يوم يذكرنا بقيم العمل والبذل والعطاء، ويبعث فينا روح الهمة والقوة، ويجدد فينا العزيمة والمثابرة. هو الأول من أيار والأول من آذار، وكل أيام السنة تذكرنا بقيمة العمل والانتماء والعطاء لهذا الوطن. وإذ يؤكد الاتحاد العام عزمه المضي قدما في مسيرته الوطنية وفق منظور جديد، ويرتكز على الحوكمة والمؤسسية ورؤية متجددة تقوم على الانفتاح والشفافية ضمن محطة عمل تبدأ رحلتها مع اليوبيل الفضي ومئوية الدولة الثانية، وتستلهم معاني الإدارة الكفؤة ومبادئ الحكم الرشيد التي عمد جلالته على ترسيخها خلال ربع قرن من الزمن، ما يعزز دور الاتحاد في المشهد الوطني ويرتقي به كمظلة قانونية تعمل وفق الدستور والقانون وتدافع عن مصالح العمال بشراسة، ولها دورها الفاعل في نهضة الوطن وحضورها في المشهد العام على النحو الذي ينسجم مع نظرة جلالة الملك الثاقبة وتوجيهاته الحكيمة. كل عام والوطن وقائد الوطن وعمال الوطن بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة الحضور الكريم، لا أود الإطالة، لكنني أود التأكيد بأننا في غرفة صناعة الأردن والقطاع الصناعي على امتداد الوطن نشجع ونمضي نحو الاستثمار برأس المال البشري من خلال العديد من المبادرات والمشاريع، والتي نحرص من خلالها على تعزيز التحاور والتشاركية مع طرفي الإنتاج، الحكومة وممثل العمال، لضمان توفير سوق عمل لائق قائم على أساس المواءمة بين العرض والطلب، وضمان حقوق مختلف أطراف العملية الإنتاجية. قبل الختام أكرر تهنئتي ومباركتي لعمالتنا الأردنية التي نقدرها ونجلها على الدوام، مؤكدين استمرار القطاع الصناعي في بذل الجهود المكثفة لنموه ورفع قدراته على خلق المزيد من فرص العمل وتشغيل العمالة المحلية والتخفيف من معدلات البطالة، وبكل تأكيد من خلال التشاركية مع الحكومة وممثلي العمال. وختاماً أود أن أشكر لكم إصغائكم واستماعكم، وفقنا الله وإياكم في خدمة وطننا الحبيب في ظل راعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحضور الكريم، استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني التي شددت على ضرورة توفير الاستقرار الوظيفي للعامل وضمان حقه في بيئة عمل آمنة وتعزيز إنتاجيته، فقد تم العمل على تطوير تشريعات سوق العمل من خلال تعديل قانون العمل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي وقانون تنظيم العمل المهني، ونحن في طور إقرار نظام العمل المرن ونظام ترخيص شركات تعمل كوسيط لتشغيل الأردنيين داخل وخارج المملكة. كما تم إجراء تطوير لمنظومة السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعمال في مكان العمل. السيدات والسادة الكرام، إن الاهتمام بتدريب الشباب من كلا الجنسين
أصبح متطلباً أساسياً لرفض سوق العمل بأيدي أردنية مؤهلة ومدربة تلبي التطورات التي طالت احتياجات سوق العمل من هذه العمالة الماهرة. ولتحقيق هذه الغاية فقد تم إعادة هيكلة التعليم المهني والتقني من خلال الشراكة ما بين الجامعات الأردنية ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد الرقمي لاعتماد برامج مهنية تلبي متطلبات سوق العمل المستقبلية تشرف عليها هيئات اعتماد دولية. كما تم إنشاء هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية التي تنضوي تحت مظلتها مجالس المهارات القطاعية التي يشكل القطاع الخاص أغلب أعضائها، وذلك لتحديد احتياجات سوق العمل من المهن المختلفة وإعداد البرامج التدريبية لهذه الغاية. إضافة إلى ذلك فإن مؤسسة التدريب المهني تقوم بتطوير برامج تدريبية في مهارات المستقبل وإنشاء مراكز ومعاهد تدريب متميزة لتمكين الشباب من المهارات المطلوبة لسوق العمل ولزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل. فقد نص قانون العمل على تحقيق الإنصاف في الأجور والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، كما تم إصدار تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وكذلك تعليمات بدائل الحضانات. في الختام أجدد التهنئة لعمال وعاملات الأردن والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بهذه المناسبة، سائلة المولى عز وجل أن يبارك الله جهودكم لبناء الوطن في ظل الراية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، يعضده ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. رب اجعل هذا البلد آمناً واحفظ أهلنا في فلسطين وغزة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.